الاسترس اللي بيتعرض له البيبي اثناء مروره في الولاده الطبيعي بيفرز بعض الهرمونات المفيده ليه في عمليه التنفس. في الفترة الأخيرة بقى في زيادة رهيبة في نسبة الإشغال للحضانات. تمام. هل الولادة القيصري ليها يد نقدر نوجه لها أصابع الاتهام في زيادة نسبة إشغال الحضانات؟ اكيد طبعا. ليه بقى؟ الطفل بتاع الولاده الطبيعي اللي هو الباس واي الطبيعي اللي احنا قلنا اللي ربنا عامله، الطفل ده وهو نازل في منطقه الحوض، منطقه الحوض دي ضيقه جدا عليه، تمام؟ فهو نازل زي ما يكون بيتعصر في منطقه الحوض، عارفه يعني أوكي. بيتعدي في منطقه ضيقه جدا فبيتعصر. ونتيجة الألم كمان اللي بتتألمه الست مش نتيجه الالم ونتيجه ان هو بيعدي من منطقه ضيقه جدا الطفل نفسه، فالطفل ده بيفضي كل السكريشنز او كل السوائل اللي في الرئه بتاعته بتخرج بالضغطه دي، تمام؟ الطفل بتاع القيصري نازل متدلع جدا، نازل بالميه بتاعته اللي هو كان عايم جواها في بطن مامته، مفيش العصره دي، فبيضطر ان انا دكتور الاطفال يستقبله يشفط له كويس، احتماليه احتياجه للحضانه بتبقى اعلى طبعا. الاسترس اللي بيتعرض له البيبي اثناء مروره في الولاده الطبيعي بيفرز بعض الهرمونات المفيده ليه في عمليه التنفس. الاسترس اللي بيتعرض له البيبي وهو نازل في الحوض في منطقه الحوض والضغطه دي كلها بتخليه نازل فايق اكتر. يعني معنى كلام حضرتك ان الولاده القيصري ممكن تاثر على تنفس الطفل وتخليه أسوأ من الطفل اللي بينزل طبيعي. النسبه هنتكلم في نسبه. فطبعا اوفرول لو الولاده الطبيعي ماشيه في المسار الكويس جدا بتاعها، فهي طبعا ديفينتلي ان نسبه دخول البيبي للحضانه او نسبه احتياجه لكير بعد الولاده اقل من الولاده القيصري، ده طبعا. كنت قريت في بعض المقالات ان الطفل اللي بيتولد قيصري ممكن اسهل يحصل له ربو في سن صغير او حساسيه على الصدر بسبب ان ناتج عن الحاجات اللي احنا قلناها، بسبب ان السوائل دي ما نزلتش بطريقه طبيعيه قبل ما يطلع للدنيا يعني.